بسم الله الرحمن الرحيم. كلمتين خفيفتين على اللسان وثقلتين في الميزان، أحبتين إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أصدق القائلين: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أقسم بالبلد ووالد وما ولد، أن الإنسان لا بد في الحياة أن يذوق القصص، ولا بد من الهم والغم، فما حلت إلا أوحلت. ولذلك الذي يبحث عن دار لا شقاء ولا عناء لا بد أن يبحث عن موقعها عند رب العالمين في جنات النعيم. هذه الدار شاء الله ألا يصفو فيها عيش، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. وبعضنا أيها الأحباب الهموم والديون والأمراض والأسقام في الحياة يستقبلها وهو مبتسم، وهو منشرح الصدر، راض على قضاء الله، يعلم أن هذه هي الفانية وأن تلك هي الباقية، يعلم أنه ما خلق في الدنيا إلا ليمشي إلى الآخرة، وما غروب الشمس إلا لأن الدنيا سيغرب شمسها يوما من الأيام. اللي فاهم الدنيا كما يجب هو السعيد في الدنيا. أما الذي كلما ضاقت به ضجر وتذمر وزمجر واكفهر وارتفع الصوت، ودائما يتحدث عن الدنيا بأزماتها وهمومها ومصائبها، نقول: أنت قد أخطأت المسير. أنت في الدنيا لا يصفو في الدنيا مشرب، ولا يمكن أن تستقيم الحياة، لأن الله شاء للدنيا أن تلعن. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ومعظم المكروبين